بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. نحن وإياكم نتذاكر في هذا المجلس حول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله الكريمة التي تكون من جانب الشرع أو تكون جبلية. واتفقنا جميعا في الدروس الماضية بأن الجبلية أيضا يكون فيها الأجر لمن عمل بها، لعموم قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقبل أن نباشر في درسنا اليوم، أحب أن أطرح موضوعا مهما في بداية هذه الحلقة، حيث تواصلت معي إحدى الأخوات من المتابعات لبرنامج رسالة سلام ولكذلك برنامج قضايا إريتريا. والحقيقة أشكركم جميعا مشاهدي الأكارم على حرصكم واتباعكم ومتابعتكم لهذه البرامج التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم منها، لأنها في الحقيقة هي مجالس ذكر وليست مجالس علم فيها أطروحات علمية قوية وبحوث، لا، الاعتراف بالحق فضيلة، وإنما هي مجالس تذكير. والله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكفى بهذه الآية موعظة وتوجيه لنا أن نتذاكر نحن وإياكم حول ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اليوم مشاهدي ومشاهدات المشاهدي الأكارم ومشاهدات الكريمات، العلم سهل الوصول إليه بحمد الله. هذه دروس أهل الفضل والعلم مليئة في وسائل التواصل الاجتماعي. أنت لو تريد أن تدرس مثلا في أبواب الفقه فتجد من العلماء الكثير ممن نزلوا هذه المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في الفقه والحديث. فالعلم والحمد لله متواجد، بل إنك لو سألت أي مسألة من المسائل وسألت شيخ جوجل إن صح التعبير، فإنك تجد الإجابة عليها من مواقع رسمية لعلماء أفاضل، بل لدول، بل لوزارات إسلامية تجد لديها مواقع تجيبك جوابا صحيحا علميا حسب ما توصلت إليه هي من البحوث. فالعلم والحمد لله متيسر، وهذا حقيقة يعني مخيف ومبشر، مخيف ومنذر، ومبشر وميسر. فمخيف لماذا؟ لأن الحجة على الناس قد بلغت وأقيمت، ولذلك مخيف. إذا الناس وجبت يعني قامت عليهم الحجة فلا عذر لهم، لئلا يكون للناس على الله حجة. فهناك ليس بحجة اليوم، فالعلم متيسر والمسائل العلمية متيسرة، فلا يقال أنك لا تعلم شيئا ولذلك تعبد الله عز وجل على مزاجك، لا. وفي نفس الوقت مبشر أنك الحمد لله العلم ميسر إليك. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم اليوم ميسر ومسهل، تستطيع أن تكون وأنت في بيتك شيخا كبيرا وعالما مؤصلا، وكذلك لأنك تتأصل. يعني إذا قال أحد: كيف يكون عالما مؤصلا؟ من كان كتابه شيخه كان خطأه أكثر من صوابه. نحن نقول: ولا يتعلم على الكتاب، وإنما يتعلم على الدروس العلمية التي يلقيها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين مثلا في قناته المباركة، وكذلك فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله في موقعه المبارك، وكذلك في أشرطة الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الله الجبرين والشيخ يوسف القرضاوي، وهكذا أئمة العالم تستطيع أن تأخذ العلم به. ليس هذا ما كنت أريد أن أحدثكم به، إنما هذه الأخت بارك الله فيها
تواصلت معي فيما يتعلق بالحديث عن ظلم النساء الإريتريات ضد إخوانهم وأزواجهن أو ضد أزواجهن، المرأة التي تعيش في أوروبا وتعيش عموما في الغرب وتستخدم النظام والقانون ضد زوجها. هذه الأخت تراسلت معي بارك الله فيها وجزاها الله خيرا، وطرحت هذا الموضوع بأن لا ننظر فقط إلى توجيه المرأة وإلى اتهامها بالظلم قبل أن ننظر ما هي الأسباب التي أدت بها إلى هذا المقام، ولماذا هي ركنت إلى القانون وانتهزت هذه الفرصة بالنسبة لها، تعتبرها فرصة مهمة في تأديب الرجل أو في أخذ حقها منه بغير وجه حق. سأتحدث لماذا بغير وجه حق، لكن هي أخذت حقها فيما تظن. فالأخت تقول لي هناك يعني مواقف وتصرفات من الأزواج أدت بهذه المرأة أن تفعل وتقوم بهذا الموضوع. طيب، هذا الموضوع من الحقيقة مهم مناقشته إخواني وأخواتي في الله. في بداية رسالتي هذه أوجهها للرجال. في الأصل إخواني وأخواتي أن الرجل هو المسؤول عن الأسرة، الرجل هو المسؤول عن الأسرة، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤول أيضا أمام المجتمعات. فبالتالي حينما يكون الرجل يؤدي واجبه الكامل حسب قدرته في أسرته وفي أبنائه، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الهيبة ويرزقه السلطة ويكون له المهابة. وأما إذا كان مفرط فتنقلب الآية. ولذلك لماذا سلطت النساء على الرجال؟ لماذا مكن الله النساء على الرجال؟ لو سألنا نجد أن تاريخ الرجال في إريتريا مع الأسف تاريخ للأسف يعني ربما أقول لك غير مشرف. نعم، لا تغضبوا مني من هذه العبارة. المرأة في إريتريا ظلمت كثيرا وأهينت، ورأينا هذا وسمعناه بأعيننا، ويعني أنشئت حوله محاكم كثيرة وقدمت محاكم كثيرة. فالرجل يأتي إلى بيته سكران ويأتي إلى بيته طفران، بمعنى أنه ليس في جيبه مال، وهي تحافظ على بيتها وعلى عش بيتها وتقوم بواجبها في داخل أسرتها. نرى فجأة يقوم الرجل بضربها، بل وأحيانا يطردها من بيتها وهي أثناء الطبخ، وأحيانا ربما أخذت صحلي. تعرفون ما هو الصحلي؟ تعرفونه، ما في إريتري إلا ويعرف الصحلي. يأخذ الصحلي ويقلبه لأنها لم تنفذ له أمرا أو لم أخطأت في أمر ما. هذا الأمر الحقيقة مرينا به وسمعناه، ورأينا أيضا وقوع كثير من الآباء. طبعا أنا لا أحمم، أقول إلا من رحم الله، هناك أيضا آباء على خير عظيم، لكن كان هذا هو الظاهر، كانت هذه الظاهرة للأسف. يقال أن إذا أنت لم يكن معك عصا تؤدي بها المرأة فلست برجل أو شيء من هذا القبيل. ولذلك حصل أن الفتنة قامت ووقع ما وقع، فاضطر الناس أن يهاجرون، فتسلط النساء على الرجال حينما تمكن. نعم، وهذا ليس فقط إخواني وأخواتي في بلاد الغرب، بل حتى في بلاد العرب. تجد أن المرأة لما وجدت وظيفة
ووجدت راتب تستطيع أن تغطي يعني مصاريف بيتها، وجدت نفسها لا حاجة لهذا الزوج، فتبدأ المشاكل وتبدأ تسوء المعاملة، وأحيانا تطرد المرأة زوجها أيضا وتقول له سخان عين تايجر كلي، يعني أنت ماذا قدمت لي؟ أنا خبخان تاير خبه، أنا إيش وجدت منك أصلا غير القرف؟ وبهذا والعياذ بالله تصل. في المقابل أيضا الرجل ما يجد عمل، مثلا في دول الخليج خلاص يكون عمره ما بين 60 إلى 65، لأن هؤلاء هذا الجيل الذي حقيقة تعب، فتجد ما يجد عملا مناسبا له، بينما زوجته تجد أعمال كثيرة ودخل كبير. فنتيجة لسوء التعامل السابق في إريتريا، في داخل إريتريا، أو لسوء التعامل وهي شابة صغيرة، فهنا هي تبدأ تتفرعن وتبدأ تنتقم بغير وجهة حق. السبب من هو؟ السبب الرجل بلا شك، ولذلك لم ينتزع الله سبحانه وتعالى هذه السلطة وضعها في يد المرأة إلا لما قدمت أيدينا نحن معاشر الرجال. نعم، الرجل حينما يكون مقصرا في طاعة ربه ومقصرا في أمر ربه فإنه يسلط عليه هذا الأمر. هذه قواعد أساسية حبيت أن أقدمها حتى أدخل في الموضوع. بلا شك هو هذا السبب، لكن السؤال الآن هنا يأتي: إذا كان الرجل فعلا كما ذكرت الأخت بعض الأمثلة يذهب من هنا إلى بلاد أوروبا، فمتى ما تمكن من دخول، يعني هي تقوم بتجهيز الأوراق وتقوم بإرسال ما ينبغي إرساله وتستقبل زوجها الذي وصل عندها، فيقلب عليها المجن ويقول لها: أنا عملت كذا سنة واشتغلت، اليوم الدور عليك، أنت تنفقين وأنا سأستمتع بالحياة. عجبا. أو ينزل ويرى الانفتاح في بلاد الكفار فيفتتن ويريد والعياذ بالله أن يقع في هذه يعني ماذا أسميها، في هذه الأقدار، فيطلق زوجته. فبالتالي المرأة هنا تصدم، أنا تعبت من أجل أن أبني أسرة واجتهدت أن أرسل لك، هكذا تقول، ثم إذا دخلت أنت تنقلب علي. فهنا تأتي المرأة فتريد أن تأخذ حقها بالقانون. طيب، نحن نقول الآن السبب هو الرجل، وهو الذي طبعا إذا قلنا مثلا أن 90% من الأخوات التي يتقدمن بهذا يقولن بهذا الشكل، أن الرجل هو الظالم، فبالتالي يطرد من البيت طردا سيئا، أو أن الرجل هو متعاطي المخدرات وسكران إلى آخره. هل يجوز للمرأة أن تتحاكم إلى الطاغوت، أن تتحاكم وتأخذ حقها بالقانون في البلد الذي تعيش فيه أو لا؟ هذه هي المسألة التي نريد أن نناقشها. طيب، أنت ظلمتي صح، لكن هذا الظلم هل يجوز لك أختاه أن تعالجيه بالخطأ فتقومين بشكاية زوجك لدى الشرطة لأتفه الأسباب أو لأسباب كبيرة؟ هل هذا يجوز؟ الأصل التحاكم إلى من؟ أنت مسلمة ومؤمنة بكتاب الله عز وجل، حتى لو لم تكن هناك حكومات تحكم بكتاب الله كما ينبغي، فإن الواجب على المرأة أن تحكم هي بينها وفي أسرتها بكتاب الله وبما أنزله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى حكم بين المؤمنين وبين التحاكم، وكتب أهل الفقه في هذا موجود. فبالتالي إذا كان هذا الرجل مثلا لا يصرف وأنت التي تقومين بالصرف، هذه تحسب لك كم الصرفيات التي صرفتيها على نفسك وعلى بيتك وعلى أبنائك. وكذلك إذا كان هذا الرجل مثلا لا يتحمل المسؤولية، بمعنى أنت الذي تقومين برعاية الأطفال وأخذهم إلى المدارس والقيام بواجبات الدراسة وإلى آخره، وإذا مرضوا تأخذينهم إلى المشفى إلى آخره، هذه أيضا تقدر.
فلكل مسألة من هذه المسائل لها حل في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن فهناك طرق شرعية أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تتبع. على فرض أختي الكريمة أن هذا الرجل ظلم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فالظلم لا يعالج بالظلم، والخطأ لا يعالج بالخطأ. فإذا كنا نقول أختي الكريمة أن الرجل هو ظالم فسلط الله عز وجل عليه المرأة وكسرت هيبته، نعم، وطرد من البيت، وباستخدام هذا القانون الباطل ضد الرجل أصبحت المرأة تتفرعن عليه. أقول لهذه المرأة: يا أختاه اتق الله حتى لا ينقلب القانون أيضا عليك، سواء كان هذا القانون الذي أنت تعيشين فيه أو يسلط الله عز وجل عليك ما لم يكن في الحسبان مع مرور الأزمان. لأن الذي حصل عليه على رجالنا وعلى إخواننا من الرجال هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا. فألا تخافين أيضا أن ينقلب عليك المجن؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالحساب عسير، الحساب عسير. طيب أنا كيف أخذ حقي؟ لو قالت المرأة: أنا كيف أخذ حقي من هذا الظالم؟ تأخذين حقك أختاه بطرق كثيرة، منها مثلا إقامة الشماغلة الذين هم كبار السن، وأعتقد أن هذا موجود في أوروبا. لمن أرادت أن تأخذ حقها عبر الشماغلة تستطيع أن تأخذه. والرجل أصلا إذا قيل له اخرج بعافيتك وبسلامك دون أن تقع في أي حرج هو يسمع ويطيع لهؤلاء الشماغلة، لأن القانون فوق رأسه كما تعرفين. فبالتالي هناك حل الشماغلة، هناك حل أنك تقيمين محامي وتأخذين حقك بقدر المستطاع. هو لم يصرف تأخذين المصاريف، هو لم يربي تقدر هذه العقوبة بمقدارها. أما أن تكون العقوبة أخذ بيته الذي شقى من أجله سنوات كثيرة، لأن القانون يحكم لك بأخذ نصف البيت تأخذ النصف، حتى لو كان القانون يحكم لك بالنصف. هذا تحاكم بالظلم وتحاكم إلى غير كتاب الله. يعني أنت لا يحق لك أن تأخذين نصف ماله، ولا هو يحق له أن يأخذ نصف مالك. يعني حتى لو كان القانون يحكم له. نحن يا إخواني وأخواتي نتحاكم إلى كتاب الله عز وجل، وأن نحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالنصيحة التي أريد أن أوصلها: نعم أنت ظلمت، قدري هذا الظلم، أنت إما عن طريق الشماغلة وإما عن طريق محامي يقدر لك هذا. وراجعي أيضا المراكز الإسلامية الموجودة في بلدك. اليوم الحمد لله في كل بلاد أوروبا هناك علماء ومشايخ وطلاب علم. الحذر الحذر يا أختاه. يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من اقتطع من الأرض ظلما، أو من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة ب7 أراضين. تهديد وعيد أن أخذ المال بغير حق. لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه. لا يحل يا أختي أن تأخذ مال زوجك بغير حل، لا يحل أبدا، حتى لو كان أفجر الفجار وأفسق الفساق، فإن هذا لا يحل لك أن تأخذي منه قدر أنملة. ولكن هناك طرق أخرى للأخذ من هذا الأمر. ثم أيضا أين المرأة التي تجتهد في إصلاح زوجها؟ إذا كان الرجل هو حصل منه هذا الخطأ وهذا التقصير، سواء كان في دينه أو كان في تعامله معك، أين الاجتهاد في إصلاح؟ والله العظيم خسارة الزوج خسارة كبيرة.
كيف ترضين يا أختاه أن تفشلي في بيتك بكل سهولة؟ وكيف تحرمين أبناءك من أبيهم بكل سهولة حتى لو كان هو ظالم؟ أين الجد والاجتهاد في الإصلاح والنصيحة بالتي هي أحسن، الدعاء والتضرع إلى الله، فرس السجاد والبكاء بين يدي الله من أجل إصلاح الزوج؟ أين؟ لماذا تكون الزوجة حاقدة يعني شديدة الكراهية لزوجها لأنه ظلمها سابقا؟ إذا لم يكن بيننا تسامح، إذا لم يكن بيننا عفو، فلا يمكن أن نعيش. ولذلك ربنا عز وجل قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. مهما كان هذا الرجل الذي ظلمك أكيد أن له مواقف طيبة في الحياة، يعني عاش معك 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. مع الأسف بعض الأحيان يحصل طلاق بعد 35 سنة، والله تتعجب، نسأل الله العافية والسلامة. عمر طويل، بعد هذا العمر يحصل فراق، هذه والله مصيبة. وأيضا المرأة تنتهز فرصة أن يبلغ أبنائها مبلغ الرجال، فتبدأ تتفرعن وتميل إلى أبنائها، والأبناء مع الأسف بدل أن يوجهونها ويذكرونها بأهمية طاعة زوجها، لأنه الآن في المراحل الأخيرة أيما امرأة مات عنها زوجها وهو راض دخلت الجنة. أليس للمرأة عندها هذا الحرص الشديد في الحصول على مثل هذا الأجر الكبير؟ أين الحرص يا أخواني وأخواتي؟ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فكيف بالله سيرضى وأنت تسلطين عليه أبنائه، وأنت تشتكينه في المحاكم، وأنت تفعلين هذه الأفاعيل كلها وتتمنين من الله الجنة؟ يا أخوان يا أخوات، يعني يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فأين هذا السجود؟ أين هذا الاحترام والتقدير؟ يعني أنا لا أقول أننا يعني نساند الرجال في الظلم، لكن نوجد حلول. هذا الرجل له مقام عظيم عند الله، الله عز وجل أعطاه هذه المقامة وهذه المكانة، فأين الاجتهاد في إصلاحه؟ وأين الاجتهاد في احترامه وتقديره؟ أصبح لا قيمة للرجال إلا من رحم الله. يا أختي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء، والحديث فيه مقال، قال لها: كيف أنت مع زوجك؟ أو كيف مقدار زوجك عندك؟ قالت: لا آلوه، يعني أبذل كل جهدي. فقال لها: فإنما هو جنتك أو نارك. الزوج بالنسبة للمرأة إما أن يكون سببا في دخولها الجنة أو يكون سببا في دخولها النار والعياذ بالله. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام دخل رأى النار صلى الله عليه وسلم، رأى جهنم والعياذ بالله، رآها لم يدخلها، رآها، فوجد أن أكثر أهلها النساء، فسألته امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: أن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. أليس هذا مخيف للمرأة؟ ما تخاف المرأة من هذه الأحاديث العظيمة؟ أين والله المرأة التي تبكي وتخاف ويصيبها من الرعب ما يصيبها يا أخواتي؟ لذلك نصيحتي لكم أن لكن أخواتي أن تجتهدن في تقوى الله تبارك وتعالى، وأن المرأة تكون عاقلة. ونصيحتي للرجال أن يتقوا الله في مسؤولياتهم، والله سيسألكم الله عز وجل كيف الرجل يعني تجتهد المرأة له، ثم لما إذا سافر انقلب من أجل هذه المتع الفاجرة الفاسقة، تخسر بيتك وتخسر تخسر أموالك وتخسر أطفالك وتخسر أعظم كنز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة الصالحة كنز، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. كيف تخسر امرأة صالحة هي اجتهدت في أن توصلك إلى بلاد تظن أنها ستبني أسرة يعني متعلمة، وتبني أسرة محافظة، وتبني أسرة طيبة، وحتى لو كان في بلاد الكفار هي في بالها أن تجتهد هي وزوجها في بناء، هكذا بهذه النوايا الطيبة ترسل أوراقها لزوجها، ثم إذا جاء ينقلب عليها. والله خسارة كبيرة، خسارة كبيرة مثل هذا الموضوع. على كل حال، نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا الهداية. فاصل ونرجع إليكم.
بعد السلام عليكم. بعض الأخوات تقول أنت تعمم يا شيخ برهان. أنا لا أعمم يا أخواتي، هناك أسر طيبة قائمة على الخير، يحترم بعضها بعضا، وتقوم يعني هذه الأسر بواجبها تجاه أبنائها الحمد لله. لا نعمم، ولكن ظلم المرأة على الرجل هو ظاهر واضح باستخدامها القانون، وهذا خطر كبير على دينها. فبالتالي كان لا بد من النصيحة وتوجيه المرأة أن تتقي الله، لأنه كما أن الله سلط المرأة على الرجل فإن الله قادر أن يسلط على المرأة أيضا. ولا ننسى أننا سنموت ونبعث، وسوف يسألنا الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: هناك قبر، هناك حساب، هناك صراط، هناك جهنم، هناك نار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان ويكفينا شر جهنم. لابد المؤمن أن يعمل لهذه الأمور ألف حساب، وإلا يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لابد أن يكون في قلب المؤمن خوف من الله سبحانه وتعالى، وفي قلب المؤمنة أنها تخاف. أما إذا كان هذا الكلام لا يعجبها ويخرج من أذن ويخرج من الجهة الثانية، فإذا فلننتظر والعياذ بالله عقوبة الله سبحانه وتعالى. وليقع هذا الموضوع على كثير من الناس بالعقوبة الشديدة، فإن الله شديد ذو انتقام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنه أخذه أليم شديد. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويوم القيامة إخواني وأخواتي لا يكون التحاكم إلى الدينار والدرهم، وإنما يكون التحاكم بالحسنات. فمن كان فالتعامل يكون بالحسنات، فصاحب الحسنات الأكثر غالبا ما يدفع من حسناته إذا كان ظالما. فمن كان لديه حسنات وعليه أيضا مظالم فإنه يدفع يعني غرامات هذه المظالم لأصحابها، كما ورد ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فيا أختي الكريمة، لا تكوني مفلسة يوم القيامة، تأتين وقد أخذت أموال غيرك بغير حق، وتأتين وقد ظلمت أعظم إنسان لك في بعد والديك هو الزوج، حتى بل ربما يكون مقامه يعني عالي جدا جدا جدا. لا أقول أنا أقول فوق الوالدين، ولكن طاعته واحترامه وتقديره له شأن عظيم. بالتالي حينما تأتين يوم القيامة وأنت ما احترمت هذا العهد والميثاق القوي الذي بينك وبين زوجك، والله عز وجل حينما أجاز أو حينما شرع النكاح يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجال: أوصيكم بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن، فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وبالتالي أختي الكريمة، هذا الميثاق العظيم الذي حصل بكلمة الله عز وجل: زوجتك ابنتي قبلت، هو ميثاق عليه كلام الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني هذا الميثاق هو من الله عز وجل بكلمة واحدة حلت المرأة لزوجها وتحققت فيها الآيات التي أوردها الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني تعيش المرأة مع زوجها 70 سنة لا تمل منه ولا هو يمل منها. هذه من آيات الله. هذه الآيات وهذه المعجزات ينبغي أن تحترمها المرأة وأن تقدرها قدر المستطاع. فبالتالي لا تتحاكم إلى الطاغوت. الحذر الحذر، لا تتحاكمين يا أختي. واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأن الله سوف يأخذ حقك من الرجل إذا أنت اتقيت الله. فلعل
بتقواك أنت وصبرك يهديه الله فيكون زوجا صالحا ويقوم بكافة أمره. ولعل إذا أنت دعوت الله عز وجل واستغفرت يرزقك الله خيرا منه. أما أن نظل هكذا هي تعادي وهو يعادي. ولذلك أخبروني عن الأسر التي تفككت، ماذا كسبت؟ ما الذي جنته المرأة بعد أن اجتهدت في طلاق زوجها؟ طلقها، ماذا جنيت بعده؟ خصوصا إذا لم تكن المرأة متقية لله عز وجل، غالب ما تكون في حياة بئيسة. يعني أنا لا أعمم، ربما تقول واحدة أنا تزوجت بعد أن طلقني زوجي الظالم أنا بخير، ربما، ولكن غالب ما نسمع ونرى أخواتي بعد أن يطلق الزوج تكون الأسرة في بؤس، يكون نظر الأسرة أصلا، أسرة المرأة للأسرة نفسها، للمرأة نفسها نظر انتقاص أنها مطلقة. فلذلك المحافظة على هذا الكيان واجب ديني وواجب اجتماعي وواجب عقلي أيضا. ليس من العقل أن تخسر كنزا كبيرا كان بين يديك وأن تخسري كنزا كبيرا بين يديك. هناك نقطة مهمة أيضا أحب أن أذكر بها الرجل. أيها الرجل، أنت المسؤول عن المرأة وأنت المسؤول عن الأطفال، أنت الواجب عليك أن تنفق. المرأة يجب عليها أن تعيش معززة مكرمة في بيتها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن الرجال قوامون على النساء، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أنفق أو طلق، أنفق أو طلق. لا يجوز للرجل أبدا أن يسمح للمرأة أن تعمل وهو مقتدر وهو عنده قدرة. أنت الواجب عليك أن تنفق. المرأة الواجب عليها أن تربي الأسرة وتكون في بيتها وتقوم على شؤون زوجها وأطفالها، هذا هو الأصل. فإذا ضاقت الظروف وأصبح الرجل مثلا قليل الدخل وما استطاع أن يغطي مصاريف الحياة، لا بأس أن تساعده المرأة بجزء، لا بأس، ولكن يبقى الأصل أن تخرج المرأة ويبقى الرجل في البيت. والله هذه معيبة. ولذلك تبدأ أخلاق المرأة تتغير من حين أنها تمسك أول راتب، فإنها الآن كأنها يعني تضاهي الرجل وتساويه. فبالتالي عندك راتب، أنا عندي راتب، أنت تخرج في الصباح، أنا أخرج في الصباح، أنت تعاني من عناء العمل، أنا أعاني من عناء العمل، لذلك ندخل المطبخ سويا ونغسل الأطفال سويا. وإذا أنت أردت هكذا، من السبب؟ أنت السبب، أنت الذي جعلتها تخرج. لكن لو كان أنا لا أسمح لامرأة تعمل، تأكلين معي إن شاء الله رغيف وماء وأسكنك إن شاء الله في غرفة واحدة، إذا كنت أنت بهذا المبدأ والله لا أسمح لزوجتي أن تعمل. أنا رزقي ورزقك عند الله، أنا الذي آتي بالرزق، هذه مهمتي. تأكلين قدر ما يعيش، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لو كنت أنت أيها الرجل بهذه الشخصية قوي، تقول لها هذا الذي عندي، عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك هناك طرق أخرى أيضا، وهناك زوجات أخريات. فإذا راحت صالحة تأتي فاطمة، نعم. ولذلك أنا أقول هذا كلام وأتحمل مسؤولية ما أقول. يجب للرجل أن يكون رجل، ويجب على المرأة أن تكون امرأة. المرأة لماذا تعرضها أنت للفتن؟ هذه فتنة، حينما تمسك المال المرأة تفتن، ولذلك تبدأ تتخذ قرارات ويختلف تعاملها معك. وحتى بعض الرجال للأسف تكون المرأة دوامها ليلا وهو يريدها في فراشه ليلا لا يجدها، فيقع والعياذ بالله خلل كبير في الأسرة. نعم، إذا هي تأتي بالليل، تذهب بالليل وتأتي عند بزوغ الفجر تريد أن تنام وترتاح، والرجل يريد امرأته، فيقع الخلاف. رأيتم كيف؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى لماذا لم يقسم مثلا النفقة بين الرجل والمرأة؟ لأن طبيعة المرأة أن تبقى ولها دور كبير في تكوين الأسرة، وهو من ما تعطيه للرجل من الحنان والعطف، وتشبع غريزته
وتشبع أيضا يعني كل عواطفه، هي تكون في البيت. وكذلك تكون أيضا، والله العظيم نجد أسر تشتكي من عدم تربية الأطفال. لا يوجد، لا المرأة في العمل والرجل في العمل، من يربي الأطفال؟ السوسيال هم الذين يربون الأطفال. السوسال هذا اللي سلطهم الله عز وجل علينا لأننا لم نهتم بهذا النظام الإلهي الذي جعله الله تبارك وتعالى لأسرنا. المرأة لا تعمل، تبقى في البيت، الرجل هو الذي يأتي بالأموال، أنفق أو طلق. حتى لو كانت المرأة، إخواني وأخواتي، حتى لو كانت المرأة ثرية، الواجب على زوجها هو الذي ينفق عليها. حتى لو كانت ثرية لا يجوز لك أن تأخذ من مالها أبدا ولا درهم. والرجل الذي يمد يده إلى زوجته ويقول لها أعطيني، والله هذه منقصة. معيب أن تقول لزوجتك أعطيني وأنت في كامل صحتك وعافيتك. والله أذهب وأمسح السيارات وأغسل السيارات وأحمل الأمتعة ولا أمد يدي لزوجتي أبدا. أين الرجولة؟ أين الرجولة؟ لما سقطت الرجولة سلطت علينا النساء، والله مع الأسف. لماذا سلطت عليك زوجتك وأصبحت هي التي تذهب وتشتكيك للمحاكم وتتنازل عن عشرة الزوجية بكل سهولة؟ لأنك أنت عندك نقص، عندك نقص. وأول نقص يأتي في اليوم الذي أنت سمحت للمرأة أن تعمل. هنا دخلت المشكلة، هنا دخلت. أنت مقتدر الحمد لله وراتبك يكفي ل10 بيوت، لماذا زوجتك تعمل؟ تقول لي أن هذا هو السائد، كل النساء يعملن والمرأة التي لا تعمل تعتبر ناقصة. أنا لا أتحاكم إلى العرف قبل أن أتحاكم إلى كتاب الله المنزل. إحنا أسرنا الإسلامية مبنية على توجيه رباني عظيم. كيف أترك هذا المنهج وأخذ بأن كل سيسرحوا كلنا نستوي وتعين سرحائن ويعملون وهكذا؟ هل هذا يعني مبيح لنا أننا نكسر الحكم الشرعي الذي أتاه الله عز وجل لنا؟ لذلك لا أريد أن أطيل عليكم، وإن كان الإطالة في هذا المقام واجب، لكن صدقوني والله يا إخواني يا رجال، الحاصل بين الأسر من التفكك والخلاف هو بسبب بسبب الرجال لم يقوموا بواجبهم. المرأة إذا وجدت من الرجل الرجولة ووجدت منه الحنان والعطف وشعرت معه بالأمان وحتى في الجوانب العاطفي، نحن الرجال معاشر الإريتريين تعبانين في هذا المجال، تعبانين والله. يعني للأسف أصبح هذا الأمر شبه يعني مقبول لدى جميع. الرجل الإريتري لا يعرف، ما عنده الرومانسية ولا عنده تغديق عواطف زوجته ولا يستطيع أن يجذبها إليه. هو فقط عنده أوامر وعنده صرفيات وعنده أنه يدخل ويكون، فإذا دخل في بيته كان هو الأسد الذي يزأر، وإذا خرج من بيته أصبح قيل فلانا ذا خلق طيب. هذا أصبح شيء عادي ومقبول لدى الناس مع الأسف، مع الأسف. يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حسن تعامل الرسول الكريم مع زوجته. لماذا لا نجتهد في تعليم هذا الموضوع ونتدرب في أن نطبقه بين زوجاتنا، نكسب الأجرين، أجر السنة النبوية وأجر المحافظة على الأسرة. لأن كثير من الأخوات يشتكي من هذا. أصبحت الزوجة لا تريد الآن أن يقول لها زوجها يا حبيبتي يا قرة عيني، لا تريد هذا، تريد منه السلامة، تريد منه أن يقوم بواجبه كرجل من الصرف والاهتمام وبذل الجهد ودخول بيته مبكرا والحصول على هذا اللي تريد منه. أما النواحي العاطفية فحدث ولا حرج، وأما عن الفراش ومشاكل الفراش فحدث ولا حرج. والله العظيم مع الأسف كثير من الأسر تشتكي بها. من أين لنا هذا؟ كان الشيخ إبراهيم رحمه الله، الشيخ إبراهيم سراج، يشتكي ويكرر هذا الموضوع كثيرا. يقول لي أن يا برهان 70% من سبب الطلاق هو عدم القيام بواجب الفراش، خصوصا من جانب الرجل. نعم هناك تقصير أيضا من جانب النساء، لكن
غالبا ما يكون التقصير من جانب الرجل، فتقع المرأة في حرج شديد، ولأتفه الأسباب تطلب الطلاق. لأتفه الأسباب تطلب الطلاق، هذا موجود أيضا. فلماذا يعني أين دعاتنا ودعياتنا يا أخوات؟ يعني اليوم المرأة تستحي في أنها تعلم مجموعة من أخواتها كيف تكون المرأة رومانسية مع زوجها، والرجل يستحي في أن يقيم الدورات التي حقيقة تبين كيف يكون الرجل مع زوجته رومانسيا. إذا كنا نستحي من الحق فسوف يأتي إلى بيوتنا الباطل، ويحصل تفكك أسري كما هو حاصل الآن، إلا من رحم الله، نستثني، ولكن هذا هو الحاصل. يا إما أن الزوج يعيش مع زوجته صابر عليها وهي أصلا ما تستحق، أو تجد أن المرأة صابرة مع زوجها وهي تذوق الويل وهو لا يستحق. فإذا ما جاءت الفرصة السانحة من المرأة ومن الرجل يحصل الانفصال. لذلك البيوت والله تمر اليوم بظروف صعبة، ولولا رحمة الله عز وجل إخواني أخواتي لكان الانفصال والفراق والبلاء أشد من هذا. يا إخواني وأخواتي، نحن اليوم نواجه الإلحاد، كثير من أبناء المسلمين أصبحوا يلحدون، نواجه الفتن من الزنا والسكر والعهر، نواجه بناء العلاقات المحرمة، نواجه ضياع الأولاد في البلايستيشن وفي في توافه الأمور، نواجه أمور كثيرة. نحن أمامنا مسؤولية أن نرجع إلى بلادنا ونبني. كيف سنبني إريتريا ونحن بهذا التصور؟ أين الدكاترة؟ أين المهندسين؟ هل ممكن يخرج الشاب يكون مهندسا وتعتمد عليه الأمة وهو تعبان غارق في المسكرات وفي البلاء؟ والسبب الأسرة، لأن الأسرة إذا كانت مفككة فالأبناء لا رقيب ولا حسيب. ماذا سننتج؟ بالله عليكم ماذا سننتج؟ لذلك يسلط الله علينا مثل هؤلاء السوسال، تسليط من رب العالمين لأبناء وبنات المسلمين، لأن إحنا قصرنا في عيالنا وأبنائنا. أول تقصير ذهبنا إلى بلاد الكفار، وكان علينا أن نبحث في البلدان الإسلامية قدر المستطاع. كل ذلك والله هل تظنون يا إخواني وأخواتي أن الله يحرمنا الرزق؟ أليس هو الرزاق ذو القوة المتين؟ لماذا نحن نذهب إلى بلاد الكفار من أجل أن نجني الرواتب ونجني السكن؟ ليش تذهب إلى بلاد الكفار؟ يعطونك سكن ويعطونك مصروف ويعالجون أبنائك ويفعلون كل هذا أنت تظنه مجانا، فتذهب إليهم وتخسر أبنائك وتخسر زوجتك. فينما تعتمد على الله، مع أنه عندك من الله وعد أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا تتجه إلى بلاد الإسلامية. بلدك فيه مشكلة سياسية، فيه مشكلة أمنية، لماذا لا تغير بلد آخر إسلامي الأمن فيه مستقر؟ لماذا؟ لذلك لو أننا نحن نتوكل على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا، كما قال الرسول الكريم. المسألة تأتي إلى قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. الذي رزقني في السعودية قادر أن يرزقني في أي دولة، الذي رزقني في كندا وأمريكا واستراليا قادر أن يرزقني في أضعف دولة، لأن الأرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا كان هذا مؤكد في كتاب الله عز وجل، لماذا القلوب لا تؤمن به؟ لماذا لا نتوكل على الله ونستعين به ونحاول قدر المستطاع أن نتقي الله في أنفسنا؟ لأن الذنوب المعاصي تذهب الأرزاق، الذنوب المعاصي تمحق الأرزاق إخواني وأخواتي. لذلك أنت تذهب إلى كندا، ماذا هناك في كندا؟ موجود في هذه الأمور التي قلت لكم، أنهم يعطونك بيتا، يعطونك كذا، يعطونك وتأخذ جواز بعد سنوات، لكن في المقابل قد تخسر ابن من أبنائك أو تخسر زوجة من زوجتك، وتعيش أنت أصلا في كبد، لا تستطيع إذا أخطأت زوجتك أن ترفع رأسك إليها تقول لها ها
كيف تفعلين هذا؟ هذه جريمة في كندا. كيف تعيش بهذا التصور؟ يعني طبيعي أن الرجل يكون عنده يعني هيبة الرجال. الأسد يسأر يقول، واللبوة تطأطئ رأسها. لا، غير مسموح لك أن تزأر في بلاد الكفار، يضربون رأسك على طول. ولذلك المرأة حينما تجد الرجل يزأر هي تشعر بالأنثى وتقول معي رجل يزأر، ما شاء الله، تقول عندي رجل يزأر وأنا. هكذا طبيعتها. أتاها الله عز وجل هذه الأنوثة وجعلها بهذه العاطفة حتى تكون أنت السيد وهي المسودة تحتك. أما لو كنتوا اثنينكم قيادة وسادة، يعني ما تفعله دول الكفر، أعطت القيادة والسلطة للمرأة، والرجل بطبيعته ذا سلطة وقوة، فلا يصلح أن يعيشان مع بعض أبدا. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقصان العقل ودين كان من خلقة الله عز وجل. من لماذا جعل الله المرأة ناقصة عقل ودين؟ تفكيرها أقل من تفكير الرجل، ودينها أقل من دين الرجل، وجعل الرجل هو الأعلى حتى تستطيع أن تبني أسرة. يعني أنت لو أنك في شركة واحدة وعندك 10 مدراء كل يأمر وينهى، هل ممكن يحصل هذا؟ بل لو كان عندك مديرين ما يمكن، لابد أن يكون في باشكان، يقول لك الأتراك، يعني مدير عام هو الذي يسيطر على الأمور. وهكذا في الأسر المسلمة. لذلك خلاصة هذه الكلمة، اليوم وقفت درسي جوابا وإكراما لهذه الأخت، أقول لها والله أنا مع المرأة، لست مع الرجال في الباطل، وأنا مع الرجال، لست مع النساء في الباطل، يعني أنا مع الحق، أرجو أن أكون مع الحق. الظلم ظلمات يوم القيامة. الخلاصة علينا أن نتقي الله. واحد، أمامنا أبناء مسؤوليتهم في رقابنا، والله سيسألنا الله عز وجل عنهم. اثنين، لا بد أن يكون بيننا عاطفة زوجية. المرأة تبكي بين يدي الله لأجل أن يصلح الله لها زوجها، والرجل يبكي بين يدي الله لأجل أن يصلح الله له زوجته. لا بد أن يكون هكذا. يا زوج، يا أزواج، الأزواج العرسان الجدد، إياك أن تسمح لزوجتك أن تعمل. أنا ضد هذه القضية. إياك أن تسمح أنت قم بكل واجباتها، اجعلها ملكة، اجعلها. يا أخواني إن شاء الله إن مد الله بنا عمر سأعطيكم بعض المواقف التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها تجاه زوجته. تخيلوا لو قلت لكم كان يفتح لها باب السيارة صلى الله عليه وسلم. ألم يثبت عنه أنه نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ووضع ركبته لكي تصعد عليه صفية ثم تصعد على الجمل أو على الفرس؟ ألم يفعل هكذا عليه الصلاة والسلام؟ وكان صلى الله عليه وسلم يلقم زوجته اللقم ويؤكلها ويتسابق معها. عيشوا جو السنة النبوية يا جماعة، والله ستتلذذون، سترون أن الحياة عظيمة جدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام المرأة الصالحة متاع، الدنيا متاع، والمرأة وغير متاعها المرأة الصالحة. فكيف تستمتع بهذا وأنت بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدي إخواننا وأخواتنا. اللهم اهدي إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في بلاد أوروبا خاصة، وفي داخل إريتريا عامة، وفي جميع أنحاء المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألف بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات الإريتريين خاصة وجميع المسلمين عامة. اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم ارزقنا الحشمة والعفاف، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نشهدك أن لا نرضى ظلم المرأة على الرجل، ولا نرضى ظلم الرجل على المرأة يا رب العالمين. اللهم أصلح رجالنا، اللهم أصلح رجالنا وأبنائنا، اللهم أصلحهم واجعلهم خير رجال أزواجهم. اللهم اجعلنا ممن يتبع هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم لأهله. أين هذه الخيرية يا معاشر؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق يا ذا الجلال والإكرام للقائمين على قناة السلام.
اللهم وفقهم من أولهم إلى آخرهم، من مديرهم إلى مسؤولهم. اللهم وفقهم يا رب العالمين لما ينشرون هذا الخير في ربوع بلاد إريتريا خاصة وجميع بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفقهم. اللهم إنك تسمع دعاءنا وترى مكاننا، نسألك يا الله أن تنزل علينا رحمات من عندك تهدي بها قلوبنا وتوجه بها أذهاننا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين. وهذه الأخت التي أرسلت إلي يا ذا الجلال والإكرام هذه الرسائل، خصها يا ذا الجلال والإكرام بالمغفرة والرحمة، ارفعها يا ذا الجلال درجات عليين. اللهم أصلح لها بيتها ودارها وزوجها وأبنائها، وصب عليها من الأرزاق صبا صبا، أطل عمرها وأصلح عملها وكثر من أمثالها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.